تفضلوا حياكم تفضلوا. سعيد جيناكم متعنين مسلمين معزومين عندكم برفقة الأستاذ عبد الله بن علي بن بهلول، وأنتم أهل العز وأنتم أهل الناموس، وجينا نسلم عليكم ونستقبل عزيمتكم، والله يكثر خيركم ويبيض وجيهكم كونكم تقدرون بعضكم وتحترمون بعضكم، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن تكون دائمة وأنتم قدوة تعلمون أجيال يخرج منها الدكتور، يخرج منها المهندس، يخرج منها المرشد، يخرج منها العالم، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يأخذ بنواصيكم جميعا لخدمة الدين والمليك والوطن وخدمة الشباب الذين أوتوا أمانة بين أيديكم تخدمونهم بأخلص نية وبالعلوم المصلحة، والسلام عليكم جميعا. الله يحييك، مرحبا ومسهلا باسم المطاليق اللي معنا، نقول مرحبا بك يا سيد عبد الله، ومرحبا بك يا من جامعة، ومرحبا ترحب السيد، تفضلوا حياكم الله. الله يحييك، حياكم الله.
الله يجيب سلم ما هذا اليوم السلام عليكم. طيب يا مدير.
انتم حسب ما بينكم من الاتفاق قال ربي يسلمكم وشرفناكم بالوصول ودعيتوا واكرمتونا بالدعوه. سلامتكم. الله يحييك. وانتوا هذا الخوه وهذا المروه وهذا الرجوله. الله يحييكم مرحبا ومسهلا. تفضلوا حياكم الله. سلم عليكم منا ولا سلموا علينا احنا عشان ما نتعبكم جوا. بيض الله وجهك. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. حياكم الله. حياكم الله. ارحبوا الله يحييك. اسلم واسلم. مرحبا ومسهلا. الله حياك. الله يا مرحبا. ارحبوا حياكم الله. مرحبا ومسهلا. حياكم الله. ارحبوا حياكم الله. مرحبا الله يحييك. ارحبوا حياكم الله. الله حياك. ابو عبد الرحمن ابو زايد تفضل يا سعيد اسلام Gracias.
اللي معنا غداكم بكره ولا عشاء باسم اللي معنا سلامتكم جميعا. صلوا على النبي كنا نصلي عليه. واخذوا الشاي واخذوا المراي واخذوا الاستاذ عبد الله الله يسلمكم جميعا. احنا جينا في عجبكم وعجبه والله. وسبقنا عزمونا الاخوان اللي جابها الله يسلمكم ويسلمهم جميعا. ويسلم لنا ما يلزم والله. من ايمان ومن ما يلزم تسمعون. فالان عزيمتكم مقبوله وموفره والله يمكن ما اكلناها ولا بالبيت. والله ما يحل لنا الا ما كتب لنا. انتم ضيوف علينا وآل عمر ضيوف علينا ولو نتمنى انكم تجتمعون في وقت واحد ما تجمعتم لكن لنا عليكم طلبه بوجيهنا كلنا يا عم الحاضر. يا ابو سعيد انتم اللي معنا الكلام لكم جميعا. لا اله الا الله. أنتم سبقين على العلوم الطيبة وأنتم من هذا والدليل على مهضومه الآن وهذا شيء نعتز فيه ونفخر فيه وهذا من صناعة يديكم البيضاء. لهذا من قبيلة هذا من قبيلة هذا من قبيلة كأسرة واحدة وكعيال رجال. هذا شيء نفخر به ويفخر به الوطن وهو من يديكم البيضاء. جزاكم الله عنا كل خير وعملتوا كل شيء. أنا لي 10 سنوات تجي عدد مناسبات عند عيالي في مختلف المناطق والله ما جيت لها لكن يعلموني بهذه المناسبة قلت والله لا أجي. اللي يزعم علي من الجنوب جعلكم مسلوم واللي يزعم علي يا جد يا أبوي يا صعب عليك قلت والله لو أجي على الكبر. هذا شيء نفتخر فيه والطيب لهل وأنتم من هنا. فبالنسبة للعزيمة احنا في وجه الله وأنا آسف لو تكلمت على شاي بيجي أني في درجولة لا أكبر مني سن ولكن السكين تخدم السيوف. أما بالنسبة ما يخصنا احنا في وجه الله. أما بالنسبة لكم يا أهل الكرم ويا أهل الطيب ويا أهل النخوة نحن طالبينكم بوجهنا وجه الله ما يطلب به إلا لكن نطلب به علشان توفقون لنا في كرامة للجميع. طالبينكم طلب على غدا ولا عشاء في أي وقت انتبهوا ولا فيه إلا تماما واللي انتم شبابكم يرحم اللي جابكم. الله يحييكم جميعا. الله يحييكم. ويعذرون المطالق اللي معي والله انكم اكبر مني واعلم مني لكن انا بخطط بالكلام. الله يحييكم عرض السماء والارض والله الذي لا اله الا هو ما ودنا الناس لنا من كرامتكم. لا انتم يا صبيان بن هشام اللي جاء معك يا استاذ عبد الله ولا ابو محمد واللي جاء معه من المطالق. الواجب لكم وحديتونا بوجه رب العالمين فالعلم نكررها. اما شيء لنا والله ما لنا حق عليكم والواجب لكم. تجعل والديك في الجنه ووالدي مين يسمع انكم تمنعونا من اي كلام بعد كذا. انحن في وجه الله ما عاد نتكلم تنفيذ. حتى انا ابو محمد يعني هو عبد الله في الجنه. كرامة عبد الله وعبد الله لأسرته والقبائل اللي بينهم. الله وجهكم وجزاكم الله خير. حياكم الله. أعطى الإنسان وعلم البيان وخلق الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والصلاة والسلام على عالم الأعلام وإمام كل إمام محمد بن عبد الله إمام العالمين وقائد الغر المحجلين. اختاره الله واصطفاه معلما وهاديا وبشيرا. صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان. صلى الله عليه وعلى
وسلم. عرض المحتفى بهما في هذا المساء الأستاذ عبد الله بن علي بهلول والأستاذ عبد الله بن محمد سعيد آل عمر. ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك نحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مدرسة جامعية سمرة إدارة ومعلمين والله نحييكم في هذا المساء الذي نحتفي فيه جميعا بتكريم الأستاذين الفاضلين بمناسبة تقاعدهما. اليوم نوجه المسائل إلى الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء لما قام به في خدمة العلم والتعليم. خير بداية القرآن الكريم، تلاوة عظيمة يحكمها على سامعه الطالب إسحاق أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعل الله القرآن الكريم ربيع لقلبك وجعلك ممن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده. ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم يطيب لنا الآن أن نعيش مع كلمة إدارة المدرسة يقدمها الدكتور سحمان بن محمد العياني المشرف على مركز الله للصلاح والتعليم في مدرسة جامعية سمرة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والحمد لله الذي رفع من شأن العلم وأهله في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فقال جل القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على المعلم الأول والقدوة الحسنة القائل: إن الله
الله وملائكته وأهل السماء والأرض وحتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي ورفيق دربي الأستاذ عبد الله بن علي بهلول، أخي ورفيق دربي الأستاذ عبد الله بن محمد بن عمر، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأجلاء، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام الخالد، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني منسوبي مدرسة جابر بن سمرة من إداريين ومعلمين وطلاب، وكذلك أخوة فضلاء من خارج المدرسة، منهم من سبق أن عمل في مدرسة جابر بن سمرة فأبوا إلا أن يشاركونا ماديا ومعنويا، فباسمي وباسمهم جميعا أقول لكم أهلا ومرحبا بكم، شاكرين لكم تلبية الدعوة في هذه الليلة المباركة لتكريم هذين العالمين الجليلين، فحياكم الله جميعا. أيها الجمع المبارك، ما أجمل الوفاء وما أروع أن يكون الوفاء من أهل الوفاء مبذولا بأهل الوفاء، وكم هو رائع أن يكون الوفاء لمعلم كريم ومرب فاضل حمل أمانة التربية والتعليم فأداها خير أداء، كان خلالها يتعهد أبناءنا بالحب والحنان والحرص والجد والاجتهاد، ولا يبخل عليهم بما أفاض الله عليه من العلوم والمعارف والخبرات التي لا شك أنها أثمرت مع مرور الأيام حبا ساميا وأينعت خلقا كريما فاضلا. إننا نتوجه اليوم بالتكريم إلى معلم كريم نكرم فيه مهنة العلم وأهله، فنتوجه إليه بتحية الاحترام وتقدير وعرفان لسنوات عمر يصعب بل يستحيل تعلمها، وتقديرا لجهد أثرى به مسيرة وطنه، والذي لا تزال بصماته واضحة في مسيرة التربية والتعليم. رفع الراية بأمانة وشرف وسلمها بشرف، ولم ينسى إخلاصه وحماسه طيلة خدمته التعليمية، والتي تميزت بالعطاء والتضحية ونصران الذات في سبيل أداء الأمانة التي حملها في مختلف المواقع التعليمية. أيها الجمع المبارك، إن مما يجب علينا أن نفهمه وأن نعيه وأن نوكل عليه في كل مناسبة أن للمعلم مكانة سامية في النفوس ومنزلة محترمة بين أفراد المجتمع، فالمعلم الحقيقي هو ذلك المعلم الذي يكون قدوة حسنة لطلابه، بمعنى أن يكون مبتدئا وملتزما بمنهج معلم الناس الخير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الذي تقرأ صفاته في طلابه وتنعكس أخلاقياته على المستفيد، وهو المعلم الذي ترى آثاره الإيجابية في طلابه، وهو المعلم الذي يقتضي ما يعلمه لطلابه أجرا وثوابا من الله تعالى، وهو المعلم الذي يزرع المعارف
والفضائل في نفوس الطلاب ليحشد بذلك قادة أمة تقود مسيرة النهضة والتقدم الحضاري للوطن. ومما لا شك فيه أن هذين العالمين اللذان نودعهما في هذه الليلة المباركة هما من المعلمين الذين يتسمون بمجموعة الصفات السابقة ذكرها ولا نزكي على الله تعالى. ونحن نودعهما في هذه الليلة المباركة نردد قول الشاعر: إن المعلم رمز كل فضيلة، إن المعلم صاحب الأفضال، فله علينا الحق في تكريمه وبرفع ذكر محسن المبذال. ها أنت يا من قد تعقل ذكره، أفنيت عمرك نلت بالأثقال، صنت الأمانة حين كنت معلما، وحملت هما راسخا كالجبال، أحسنت في بذل العلوم لطالب متعطش للعلم قام ليالي، فلك المثوبة والجزاء مضاعفا عن كل حرف سقت للأجيال، ولك المحبة والوفاء تدفقا منا جميعا، أنت الغالي. أيها الجمع المبارك، ونحن نودع هذين العالمين في هذه الليلة المباركة نقول لهما شكرا بلا حد، وامتنان بلا عد، وبقاء من المحبة والإعفان والود نزجيها إليكما مع دعائنا الصادق أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يجعل قادم أيامكم خيرا من سابقها. ختاما، نسأل الله العلي الكبير أن يحفظ لنا قيادتنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وأنفسه نصير الصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، حفظ الله وطننا ومواطنينا وشعبنا من كل مكروه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أيها الضيوف ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا. حضروا المكتبة فينا في هذا المساء، اسمح لنا أن نعرج سريعا على سيرتهما المباركة مع الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الشهري، وسيرة الأستاذ الفاضل عبد الله بن علي المهلول. الأستاذ عبد الله علي محمد المهلول، مواليد قرية آل سلامة بن الناص عام 1375. درس المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومعهد المعلمين بالنماص، وتخرج عام 1398 عام 1399 للهجرة. عين لمدرسة بني مشهور بالنماص وبقي فيها سنتين، ثم انتقل لمدرسة آل قبيس وعمل فيها لمدة عام، ثم رشح لإتمام الدراسة في الكلية المتوسطة وتخرج منها عام 1405 عام 1406 للهجرة، ثم عاد لمنطقة النماص ليعمل بمدرسة نار لبني عام ولفصل دراسي واحد، ثم انتقل لمدرسة محمد بن عبد الوهاب بالنماص لمدة 3 سنوات، ثم انتقل لمدرسة نحيان لمدة عام، ثم انتقل لمنطقة أسير وعين في مدرسة العباس بن عبد المطلب لمدة 2 ثم انتقل لمدرسة زيد بن حارثة 4 سنوات، ثم لمدرسة جابر بن سمرة على مدى عقدين من عام 1405
16 إلى عام 1435، ثم قدم أوراقه بوحدة على التقاعد النظامية في 1/7/1435 للهجرة. بعد الخدمة تقدر ب37 عاما. متزوج وله 4 أبناء وبنتان. الآن مع الطالب عمر محمد علي وسيادة الأستاذ الفاضل عبد الله بن محمد بن سعيد آل عمر. الأستاذ عبد الله محمد سعيد آل عمر الشيباني هو وليد من سنجير عام 1388 هجري. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة عبد الله بن مدار في الخميس، ثم ألحق بالمرحلة المتوسطة الثانوية الأولى في الخميس عام 1407، والحق بجامعة الملك سعود كلية التنزيل قسم الأحياء، وتخرج منها عام 1414 هجري بتقدير ممتاز. عين معلما بمحافظة الأمة 1415. انتقل بعد ذلك إلى محافظة مسنجير وعمل في متوسطة صفوان ثم متوسطة الريح. انتقل بعدها إلى مدرسة جامعة الصفرة وبقي بها معلما إلى أن قدم أوراقه لحالة التطوع بناء على طلبه 1/11/1435 هجري. متزوج وله 6 أبناء. حفلنا الكريم ربما تتداخل الحروف والكلمات، وربما يعجز اللسان عن التعبير، ربما يتلاحق القلم، ولكن القلب دائما يكون الفيصل والأصل مع كلمة المحتفى بهما في هذا المساء الأستاذ عبد الله بن علي. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تتم الصالحات الا بذكره، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. ايها الجمع المبارك، احييكم بتحيه الاسلام الخالده، تحيه اهل الجنه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه النيرة وبارك هذا الجمع. أيها الأخوة الكرام، في هذه اللحظة وأنا أقف بين أيديكم مودعا ومودعا، أشعر بأنه يتحتم علي أن أختص بمزيد من الشكر وعظيم الامتنان اخوتي وزملائي بمدرسه جابر بن سمره، وفي مقدمتهم التربويان الجليلان سعاده الاستاذ سعيد بن عبد الرحمن العمري وسعاده الدكتور سحمان بن محمد العلاني، وذلك على ما اولوني به من صدق وفائهم ونضج مشاعرهم، وما أمروني به من صافي مودتهم وتقديرهم، فلهم مني جزيل الشكر، ومن الله بإذنه عظيم الأجر. أيها النزلاء، حديثي معكم في هذه الليلة ذو شجون، وذلك بما من الله به علي وأكرمني به، أن جعلني أحد القائمين على تربية النشء وتهذيبهم وتعليمهم، وممن يحملون إرثا وقبسا نبويا. فعلى مدى 36
المدارس خلال تجربتي الطويلة، ثم حققت لحالي في النهاية في مدرسة جابر بن سمرة معهد العلم والأدب، فطاب بها المقام بين رجال كرام وجدت منهم حسن الصحبة، قائمين على تربية الرائعين، قائمين على تربية طلاب الرائعين، ويشرف على ذلك قيادات تربوية مميزة على رأسهم القياديان آنفا الذكر، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد بما يرضي الله تعالى فيما أعلم، ولا أزكي على الله أحد. كل ذلك ساعدني على البقاء لأكثر من عقدين من الزمان بهذه المدرسة، مرت كوقت برد أو طيف خيال. ومما ساعدني كذلك على البقاء بالميدان استشعاري بعظمة وبركة ما نقوم بتعليمه من مواد، وعلى رأسها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جمعنا الكريم، لقد رأى الجميع وسمع على مدى ال10 السنوات الماضية من بح صوته بالشكوى وأن قلبه بالألم من تغير أحوال الطلاب وتنفر بعض أفراد المجتمع للمعلم والتقليل من شأنه وما يقوم به تجاه أبنائه، ففقد بذلك المعلم هيبته واحترامه، ونتج عن ذلك ضعف التحصيل الدراسي للطلاب وطغيان اللهو واللعب على حياتهم، فارتفعت آهات المعلمين وجعلت الكثير منهم يفكر بالتقاعد المبكر في أقرب فرصة سانحة، وازداد بذلك أعداد المتقاعدين. من هنا فقد الميدان بفقده كفاءات علمية مميزة، وهذا والله أمر يبعث على اليأس والتشاؤم. ولعل القائمين على هذا الأمر مدركون لخطورة هذه المرحلة، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله. إخواني المعلمون، أختصكم بهمسة ما دمتم في الميدان التربوي والتعليمي، ألا وهي ما حملتموه من أمانة حملها من هو خير منكم، وهم الرسل صلوات ربي عليهم، فصبروا على ما أوذوا واحتسبوا كل ذلك في ذات الله. فأوصيك أخي المعلم ألا تذهب نفسك عليك حسرات بمن تنكروا لفضلك وجهدك، واصبر واحتسب، فإن غد لناظره قريب، والحذر الحذر أن يأتي الخذلان من قبله. وبالختام أكرر جزيل شكري وعظيم تقديري لمن بذل ماله ووقته وجهده من أجلي في هذه الليلة المباركة، كما أكرر شكري وتقديري لمن ضحى بوقته وراحته ومشاغله وتكبد عناء السفر لمشاركة هذه الفرحة. أستودع الله أماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأله أن كما جمعنا هنا على المحبة والوفاء أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته إخوانا متحابين على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين متمم النعم وولي الفضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتي المجتمع فينا في هذا المساء من الحاجة إليكم وإلى خبرتكم ستظل قائمة ومتصلة إن شاء الله، ولن ننساكم أبدا. الآن مع كلمة المحتفى به هذا المساء
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. زملائي الكرام من مدرسة جابر بن سمرة أو من غيرها من المدارس أو من سبق لهم تخرج، لقد قضيت بينكم سنوات من عمري، وعرفت منكم كل منكم عن قرب، فوجدت فيكم أطيب الصفات وكنتم قدوة في كل أمر، فلكم مني عظيم الشكر والامتنان على ما قدمتموه من أجلي، فجزاكم الله عني خير الجزاء. ولي عندكم طلب أخير، أن يظل اسمي بينكم في كل ما تقومون به، فلم أعهدكم إلا مبادرين في كل أمر مشرف. السلام عليكم. رجال طيبين، جزاكم الله بالخير. اجتماع مبارك ان شاء الله. تفضل يا اخوان، تفضلوا حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. والدي وأعمامي الكرام، لقد أورثتموني سمعة طيبة وصفات حميدة تجعلني أتشرف دائما باسمكم الذي أحببه، وزادني شرفا حضوركم هذه الليلة. واسمحوا لي أن أطلب منكم رضاكم ودعواتكم لي التي أحيا بها وعليها اعتمادي بعد الله. إخواني وأبناء عمي، إن حضوركم هذه الليلة وتكبدكم عناء السفر للحضور وترك جميع مصالحكم لا يؤكد لدي قناعة بأنني لا أستطيع الحياة بدونكم، فأنا أضرب في أطراف الأرض وأنام مريض العين كلما تذكرت وجودكم بعد الله. فلكم مني دعوات صادقة بأن يحفظكم الله ويديم جمعكم. زملائي الأحبة، أكرر شكري وتقديري وعظيم امتناني، والله يرضاكم. ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم الآن مع كلمة أسرة آل عمر يقدمها سعادة الدكتور فالح بن عبد الله آل عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشرفني أن أتحدث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني أفراد عائلة آل عمر، والمبارك المكرمين في هذا الحفل. هذا مشوار مشرف الذي قاموا به، ويحق لهم الاعتزاز بهذه الرسالة السامية التي أدوها على أكمل وجه، فلهم منا كل تقدير واحترام، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم نتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا التكريم، ونحتفظ له بالوفاء والراية البيضاء لكم. والراية البيضاء لكم تجاه زميلكم الأخ الأستاذ الفاضل عبد الله علي، الذي يمثل تكريمه تكريما للعائلة وللقبيلة. إخواني، إن حضورنا هذه الليلة لأداء الشكر لأهل الفضل، ونرجو منكم أن تتقبلوا شكرنا وتقديرنا لكم فردا فردا. هذا ولكم منا خالص الدعاء غيبا وظاهرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، لنا دين ولا كل الأديان، ولنا وطن ولا كل الأوطان، ولنا شعب ولا كل الشعوب. هذه عبارات سمو سيدي الذي خالد فيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم، الذي نسأل الله عز وجل له التوفيق
الآن اعتبرت الهدايا ولما لها من أثر في النفس تعود بالحب والاحترام والذكريات. الأستاذان الفضلان الأستاذ عبد الله بن علي المهدود والأستاذ عبد الله بن محمد بن عمر ندعوكما لاستلام هداياكما. سعيد عبد الرحمن وعايد ورشيد انا واحد الله يفك عشان واحد معك رشيد رشيد تعال سالم وين سالم هدية مقدمة من منسوبي المدرسة والمشاركين في التشكيل خارج المدرسة إلى الأستاذ عبد الله بن علي المهدود والأستاذ عبد الله بن محمد عمر. ويجعل قادم ايام خير مسابقه على كل شيء. هدية مقدمة من الدكتور سلمان محمد العياني إلى الأستاذين الفاضلين. هدية مقدمة هدية مقدمة من الأستاذ سعيد بن عبد الرحمن العمري والأستاذ سعد بن زايد الشهري إلى الأستاذين الأستاذ عبد الله بن علي المهدود والأستاذ عبد الله بن محمد آل عمر. هدية مقدمة من الأستاذ صالح سعد عسيري وكيل المدرسة إلى الأستاذين الفاضلين. هدية مجموعة من الزملاء يقدمها الأستاذ سعيد القحطاني والأستاذ سعيد النمس. هدية مقدمة من الأستاذ
هدية مقدمة من الأستاذ علي منصور أبوس إلى الأستاذ عبد الله بن علي لهون والأستاذ عبد الله بن محمد العمر. هدية من الأستاذ سفر محمد الأحمري إلى الأستاذ عبد الله بن لهون والأستاذ عبد الله. هدية من الأستاذ عبد العزيز بن جدان مقدمها أيضا عن الأستاذ محمد علي. هدية مقدمة من الأستاذ سفر محمد الأحمري إلى الأستاذين الفاضلين. هدية مقدمة من محمد يحيى الشيخي وأخوانه والوفاء بن عبد الله الشيخي. هدية من عبد الرحمن عبد الله علي مهدود عن أسرته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم جميعا. هدية عبد الله بن عبد الرحمن الظاهر. الله يقدم في الجنة. انت ابو عبد الرحمن شمس الخير ابيض وجه هدية من عائلة آل عمر مقدمها عن العائلة صالح بن عبد الله عمر. أستاذ عبد الله، هذه هدية من بيت اسمها عمر مقدمة لك درع تذكاري على مرضى الله ويكسر الخير ويبيض وجهه ويسمع ويسال ان شاء الله. عمي فارق الله يقليه ويرفع قدره. الله يرفع قدره. الله يرفع قدركم جميعا. الله يرفع قدركم جميعا. يدك قبل يدك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كثر خيركم وبيض الله وجيهكم. بيض الله وجيهكم. بيض الله وجيهكم. صوت ايام. صوت ايام. هدية من الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ.
هدية من وسط على المسير تقدمها على هدية من أخيه الدكتور سعيد رافع. سعيد محمد دكتور سعيد. هدية من مدرسة عرفات المؤكدة باستشهاد العيلة والمرشد ناصر مشرف. الله يرفع قدرك وتفعل مساعد ويحمد الله خير. هدية من عبد الله بن عبد الله معجب. هدية من عبد الله من الأستاذين الفاضلين. الله يرفع قدره. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا اللي قال لك الله يكرمك الجنة. هدية من أولاد عمي. الله يكرمك الجنة. هدية من محمد أبو سيد
الأستاذ سعيد عبد الرحمن العمري مدير المدرسة السابق الذي يتعب من يعمل معه بأخلاقه وحسن تعامله، ولكن يكفي أننا نحاول أن نخلي هذا ليس إقرارا ولا مدحا لأبي عبد الرحمن، ولكن يشهد الله إنه مثال لكل خلق كريم. الزملاء الأفاضل الأستاذ يحيى البشري، الأستاذ سعيد القحطاني، الأستاذ سعيد النمر، الأستاذ حسين الملحق، الأستاذ فيصل البشري، الأستاذ صفر بن محمد الأحمدي، الأستاذ سعد بن زايد الشهري، الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الشهري، الأستاذ مسعود بن شريعة. كل هؤلاء الكوكبة ممن عملوا في مدرسة الجامعة الصحراء، ولكن الأستاذ حسن عياش أعتذر يا أستاذ إذا ما ذكرت الاسم. أستاذ أحمد بن عياش مدير مدرسة الكفار. كل هؤلاء أصروا إلا أن يشاركوا ماديا ومعنويا، وهذا من خلقهم الطيب، ويستاهل أستاذ عبد الله المهدور ويستاهل أستاذ عبد الله المهدور. جميع فقرات الحلقة انتهت، وتبقى معنا ما يقارب من 20 دقيقة لمن لديه مشاركة أو قصيدة، الباب مفتوح لمدة 20 دقيقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. العم محمد أعتقد أن عندنا مشاركة. تفضل يا عم محمد. سلامتكم جميعا. انا والله ما حديت للحفل، ما حديت للمسجد، والله والله ما يستاهلون اللي يحفلهم ولا اللي يسوون الحفل. بيض الله وجيههم وجمل الله حالهم. اما المصائب عند الجسيده يمثل المدير خالد بن الحسين. اقول يا الله طلبت يا سميع يا عليم رب كريم يستجيب من دعاه. المناسبة كانت في افتتاح فرع من فروع التعليم في عسير. يلا طلبتك يا سميع يا عليم رب كريم يستجيب من دعاه. أنت الوحيد الواحد الفرد الصمد الخالد من كل خلق في رضاه. سالتك عز المنطقة بنيها عز لنا مرورنا نتبع سناه. خالد يسيح الحلم الرؤية السديد يسعى راحتنا ومهما هنا يفتح النبي كل يوم باب خير. مشروع يفتح وزارة المنتهى اليوم يسرح الليالي ما ينام. الليل يسرح اليوم يسرح الليالي ما ينام. يعمل مصالحنا ولا يتوثنا راعي من مخلص بريته وينفذ شجاعة فيصل المصاب. يحلم على الشيطان من شده الاشتباك، يحلم على الشيطان من الاشتباك.
يوم اسم الوديع كان يجيبها خالد بن احمد السديس، وبعد النصر جيتها اقول اهنيك النصر واقول الله طلبت. قال الذي هذا من سر صحيح الجواب، قال الذي هذا من سر صحيح الجواب سند ما فيه يبدعها وظن الناظر سلام من خاطري عدة حروف الكتاب على الكبائد الجبهه وتعناقها يا خاطر ان ساعتك تطمتها افعالك صفحه التاريخ اقرابها نهار عدة خاطر مثل نوم السحاب خاطر تشبع حيال الموت مهابه يوم السلام الامر من فيصل مشاي السجار والمعركه صار مشيها وشياطها هذا من اول الحرب حل الصواب مصاب بزياده المنزل من بابها مشى ولد العيال من الذين الكاف ابن الجبال الاسد تصف الرياضه ما يكفي ضميع بعد موسى الحياه ما قال في سن اليوم وشرابها تمنوا في صفوف المعتدين العذاب خضر الريع يسيل الدم ترابها حتى من شلال العوان عشر الرياض والريع الهداميه ما مرح جلابها اجري سال المضيع ساقه كلها مثل من ساقها الرايه الصاقه يوم الربوع الثالث والخميس اسحاق ولولا المنفسق هذا الدفع على اليوم خضر الريع فلبس بجديد الثياب من عقب النهر والدار الكعبه يلف فهد المشارع الشباب اللي تحمل ما نصت بابها هذا اخطار يكتب كتب الاخطار والروح دون الملك والدين يكتابها قبائل يسعد له الطلبات غاب شهر اليوم المعارك ومعجابها سلام. الأحمري يقول بسم الله قبل ما يبدأ.
نصلي على رسول الله. باسم الاخوان جميعا نقول الله يحييكم فرحان السير، ومهما نسوي مع الاستاذ عبد الله البهلول والاستاذ عبد الله العمر هي قليله الاكل، ويشهد الله الزملاء جميعا سواء مسؤولين مدرسه او من الاخوه الافاضل من خارج المدرسه ان كنا موفقين افضل مما حصل، لكن ما حبوا يكلمونا وكرامتهم تنشر وترجع على رؤوسنا. ختاما نرد البيت الشاعر لك يا استاذ عبد الله البهلول ولك يا استاذ عبد الله العمر الذي يقول فيه: إذا نحن أثنين عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. باسم الزملاء جميعا نقول حياكم الله وقوموا على عشاكم وخير الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.